حلو في الأمثال يخلق من الشبه 40، وده اللي ينطبق على الفنانة عايدة عثمان اللي شاركت الفنانة فاتن حمامة، وربط بينهم شبه كبير، والبعض افتكرهم واحد والبعض افتكرهم اخوات. الفنانة عايدة عثمان من عائلة فنية بدأت مشوارها الفني وأنهته في نفس السنة، والشبه بينها وبين الفنانة فاتن حمامة وصل للطول والوزن وقصة الشعر وطريقة اللبس. اسمها الحقيقي عايدة إبراهيم محمد عثمان، اتولدت في 25 يوليو سنة 1928، واشتهرت فنيا باسم عايدة عثمان. والفنانة من عائلة فنية، هي حفيدة محمد عثمان أحد رواد الموسيقى الشرقية والتلحين في مصر، وعمها هو المطرب والممثل عزيز عثمان الشهير بدور بلالايكا في فيلم لعبة الست. والفنانة عايدة عثمان حبت الفن بالوراثة، لكن احتراف التمثيل كان بالنسبة ليها رغبة أولى من كل الأولويات. وسنة 1954 كان عام البداية لعايدة عثمان، وبرضه عام النهاية في نفس الوقت. شاركت في 3 أفلام دفعة واحدة. عملت فيلم إنسان غلبان، واللي أدت فيه دور نرجس بهاء الفل الكفيفة، واللي شاف دورها في فيلم إنسان غلبان يفتكر إن البطلة هي الفنانة فاتن حمامة، لأن عايدة عثمان في الفيلم ده كانت تشبهها قوي في الملامح والوزن وتسريحة الشعر، وبرضه في طريقة الأداء. وقدمت عايدة عثمان فيلم حسن ومرقص وكوهين. أما آخر فيلم في مشوارها الفني كان فيلم كدبة إبريل، واللي أدت فيه دور سوسو. ورغم إن الفن والتمثيل كان أمنيتها الأولى وأولويتها، لكن الجواز كتب نهاية مشوارها الفني قبل ما يبدأ. وفي نفس سنة بدايتها الفنية اتجوزت، وكان شرط جوزها قبل الجواز إنها تعتزل الفن نهائيا دون رجعة، وبالفعل ده اللي حصل. وبسبب نجاحها في الأفلام ال3 اللي قدمتهم، أعتقد الناس إنها تنطلق لعالم النجومية والشهرة، لكن الفنانة اختفت، وبدأت رحلة البحث عنها من المنتجين والمخرجين وحتى من الجمهور اللي كان بينتظر أعمال جديدة للفنانة عايدة. وبعد فترة من البحث عنها نشرت الصحف خبر جواز عايدة من منتج سينمائي، وأكدت المصادر إنه اتفق معاه على الاعتزال كشرط أساسي لإتمام الجواز. هو الشرط اللي رحبت بيه الفنانة عايدة، رغم إنها أطلقت عروض كتيرة فنية بعد الجواز علشان ترجع للوسط الفني، لكنها رفضت بشكل قاطع وخصمت الأضواء وفضلت الغياب والاختفاء لحد ما انتشر خبر وفاتها عن عمر 92 سنة.